ازيكم؟ انا هاجر، فيديو جديد وقصة جديدة. صلوا على النبي ويلا نبدأ. قصة النهاردة رومانسية عشان خاطر عيونكم. قصتنا بتبتدي وسالي بتقول 7 سنين فرق بيني وبينه، ده كتير قوي. هو انا عبيطة عشان اتجوزه ولا ايه يا امي؟ قالت لها يا بنتي ما هو شاب زي القمر ومش عجوز ولا في عيب يعني، وابن ناس ومحترم وجاهز من كل حاجة كمان. قلت لها برضو لا، انا لسه في اولى جامعة وقدامي كتير قوي على ما افكر ارتبط. وساعتها ابويا قال لي هتقابليه، يعني هتقابليه يا سالي، الولد مناسب ليكي جدا، ولو ما ارتحتلوش ما توافقيش. قلت له يا بابا فهمني، انا مش عايزه ارتبط دلوقتي. قال لي العريس جاي بعد العشاء. قال لي كده وسابني ومشي. وامي دخلت المطبخ وانا بيني وبين نفسي قلت والله لكرهه في اليوم اللي قرر يجي يتقدم لي فيه، مش سالي اللي تتاخد على غفله كده. المهم العشاء أذنت والعريس وصل، هو وباباه ومامته، وانا جهزت، لبست دريس اسود وطرحه سودا، وبصيت لنفسي في المرايه وقلت لنفسي والله حاسه ان شكلي حلو برضو حتى في الاسود، مع انه كله اسود في اسود، بس يلا نصيبه بقى عشان ما ينساش الاسود طول عمره. وساعتها بابا نده عليا وقال لي يلا يا سالي تعالي، وجي اخدني وخلاني انا وفارس نقعد مع بعض. وقتها فارس قال لي ازيك؟ قلت له الحمد لله. قال لي اخبارك ايه؟ قلت له الحمد لله. قال لي اخبار الكليه؟ قلت له تمام. بصيت له بعدها وقلت له انا ما بحبش الكلام ده، انت جاي ليه يا ابن الحلال؟ فارس ضحك على طريقتي وقال لي جاي اطلب ايدك. قلت له يا ابني انا لسه صغيره، انت عارف بابا وماما مطلعيني غصب عني، انت مش واخد بالك من الاسود ولا ايه؟ قال لي اه جميل قوي عليكي. بيني وبين نفسي قلت ما نفعش معاه الاسود، اقول له ايه ده بقى؟ قلت له طيب انا لسه قدامي الحياه طويله، انا لسه في اولى كليه والمشوار قدامي طويل. قال لي عادي، انا جاي واعرف كل ده ومستعد كمان، انا مستعد استناكي العمر كله. كنت بكلم نفسي وبقول لا بقى ده انت لازقه. قلت له على فكره انا عصبيه جدا، يعني بص انا مش قادره اوصف لك انا نرفوزه قد ايه. قال لي اولا انا من صفاتي اني بقدر اسيطر على غضب اللي قدامي، ثانيا ما تحاوليش، انا جاي وناوي ان الخطوبه تبقى الاسبوع الجاي، فما تتعبيش نفسك كتير. قلت له نعم خطوبه ايه؟ انت فاكرني هبله ولا ايه؟ وفاكرني هسمع كلامك يعني وخلاص؟ الخطوبة دي لا يمكن تتم وعلى جثتي. فارس ابتسم وقال لي ممكن بس تهدي شوية، مفيش حاجة هتتم من غير موافقتك. والله بس أنا عايزة أعرفك إن محاولاتك في إنك تطفشيني مش هتنجح. قلت له بس أنا مش عايزة أتجوز يا ابني. قال لي طيب قدامك 4 أيام فكري فيهم كويس قوي وقوليلي إيه رأيك. قلت له بعند لا برضه. قال لي والله يا بنتي هتخليني أجيلك كل يوم أتقدم لك من أول وجديد. ساعتها ضحكت وقلت له والله؟ قال لي بكل جدية اه والله، انت فاكريني بهزر ولا ايه؟ قلت له معلش. قال لي انا قلت لك اهو يلا انا ماشي، ونده على بابا ومامته وفعلا روحوا. وانا دخلت على اوضتي وماما دخلت ورايا قالت لي ها يا بنتي طمنيني ايه الاخبار؟ قلت لها كويس الحمد لله يا ماما. امي اتعصبت وقالت لي انت هتهزري والله هضربك اخلصي. قلت لها رفضته. بسيطه اهي. امي خبطتني على راسي وقالت لي ما بتفهميش وهتموتيني قريب. قلت لها ماشي يا ماما يا اوفر. وساعتها ماما خرجت وانا فضلت افكر في اللي حصل، وفضلت اضحك واستغرب ان هو ازاي متمسك قوي بالشكل ده بحد رافضه اساسا، بجد ربنا يشفيه. المهم قعدت العب في الموبايل شويه وبعدها نمت. وتاني يوم صحيت الصبح بدري وجهزت ورحت الكليه وخلصت يومي ورجعت بعد العصر. واول ما فتحت الباب قلت لماما الاكل يا ماما انا جعانه قوي. اتفاجئت بيه وقلت له ايه ده انت تاني؟ قال لي ايه؟ جيت اقعد مع حماية وحماتي شوية واللي مش عاجبه يرجع من مكان ما جه. سبته ودخلت اوضتي وانا بقول لنفسي انا مش عارفة في ايه، ماله ده؟ هو اكيد دماغه تعبانة، واكيد هما بياخدوه على قد عقله. غيرت هدومي ولبست عباية وطرحة وخرجت لقيته مع ماما واقف في المطبخ. لا ولقيته كمان بيقول لها وبعدين بقى يا ماما هتحطي الفراخ في التلاجة شوية وبعد كده تطلعيها زي ما عملتي كده بالظبط وتجهزي البيض والبقسماط. قلت له انت كمان دخلت واحتليت المطبخ؟ بتعمل ايه هنا؟ قال لي بعلم ماما تعمل بانيه ويكون مقرمش وحلو كده لان الطريقه اللي قالت لي عليها مش حلوه. قلت له انت هتعلم مامتي انا تعمل اكل ازاي؟ يا ربي كمان في المطبخ، انت عايز مني ايه يا ابني؟ قال لها بعد اذنك يا ماما هقعد انا وهي في الصالون. قالت له البيت بيتك يا حبيبي. قلت في سري ما هو فعلا بقى بيته. قال لي ها بتقولي حاجه؟ قلت له لا ابدا، بقول يلا على الصالون. وفعلا دخلنا قعدنا في الصالون. قلت له بكل جديه انت متخيل ان انا لحد دلوقتي
حتى معرفش اسمك ايه. قال لي ما انت ما اديتينيش فرصة امبارح. اعرفك عن نفسي يا ستي، انا فارس، دكتور اسنان، عندي 25 سنة، اتخرجت السنة دي من كليتي، وكمان كام شهر هدخل الجيش، فقلت اخطب قبل ما ادخل الجيش. وبالنسبة لشقتي ومصدر دخلي، فانا شقتي جاهزة وبشتغل مع واحد صاحبي بقالي سنة في العيادة بتاعته لانه دكتور اسنان زيي، عشان لما اخلص جيش افتح العيادة الخاصة بتاعتي. ومش بدخن، وخاتم للقرآن الحمد لله، ومداوم على حفظه وقراءته كمان، ومش بسيب فرض. ودي كل الحاجات اللي أنا أقدر أقولها لك، ومعاكي كمان في أي سؤال عايزة تسأليه. قلت له ليه؟ قال لي مش فاهم. قلت له ليه يعني مصر عليا بالشكل ده وبالطريقة الغريبة بتاعتك دي؟ قال لي اتعودت لما أكون بحلم بحاجة وعايزها أعمل المستحيل عشان أخدها. قلت له أيوة برضو، ليه أنا؟ احلم بحد تاني وتعلق بيه. أنا والله مش قصدي أي حاجة وحشة، بس أنا لسه صغيرة ومش واخدة على الوضع ده. قال لي وأنا مستعدة استناكي لحد ما تخلصي كل حاجة عايزة تخلصيها واجي أطلب إيدك من تاني. قلت له بزهق يا ابني بقى. قال لي ما تحاوليش. قلت له بعند. طيب أنت مرفوض للمرة التانية، ها إيه رأيك بقى؟ قال لي استنيني بكرة، بس يلا بقى دلوقتي عشان حقيقي جعان قوي، وماما عاملة بانيه تحفة. وسابني وراح على السفرة وأنا بكلم نفسي زي المجانين. قلت والله مجنون، دي مش تصرفات واحد طبيعي أبدا. وقمت أنا كمان ورحت على السفرة، لقيت بابا قاعد وماما بترص الأكل على السفرة. بابا قال ها اتفقتوا يا حبايبي؟ قلت له لأ. وفارس قال له ربنا ييسر الأمور يا عمي. وأنا من جوايا بقول مستفزة قوي. المهم الأكل جهز على السفرة وخلصنا أكل، وأنا دخلت أوضتي لقيت الباب بيخبط. قلت بعصبية يو بقى يا ابني مرفوض خلاص بقى. والمفاجأة إن هو كان محمد ابن خالتي وأخويا في الرضاعة. ضحك وقال لي يا بنتي أنا محمد، وجريت فتحت الباب وحضنته وسلمت عليه. قلت له وحشتني قوي، شايف لما مشيت عمالين يجوا عليا ازاي؟ قال لي لا أنا هنا اهو معاكي. خير بقى إيه اللي حصل؟ شديته جنبي وشاورت له على فارس. قلت له عايزين يجوزوني للراجل ده، عارف ده أكبر مني ب7 سنين. قال لي إيه ده 7 سنين؟ لا كبير جدا يا لولو. قلت له شفت. وساعتها محمد قفل الباب وقعدنا أنا وهو. قال لي ها احكي لي بقى إيه اللي حصل. وساعتها حكيت له اللي حصل من أوله لآخره. محمد فضل يضحك. قلت له أنت بتضحك على إيه؟ أنا متضايقة جدا بجد، ومتضايقة قوي كمان. قال لي طب ما تديله فرصة يا بنتي، ده أمور وحلو وهو شبه فارس أحلامك. ضحكت وقلت له لا واسمه فارس كمان. فضلنا نضحك احنا الاتنين، وبعدها الباب خبط. قلت ادخل. كانت ماما. قالت لي انتوا قاعدين هنا وسايبين الراجل قاعد لوحده بره؟ قلت لها بطريقه ليه بس، ما هو قاعد مع ابوه وامه. قالت لي بس يا جزمه قومي يلا. محمد قال لي يلا يا روحي قومي عشان خاطري انا. قلت له عشان خاطرك انت بس يا حمودي. محمد بس دماغي ومسكت ايده وخرجت انا وهو. فارس اول ما شافني بصلي، خبطت محمد في كتفه بالراحه. قلت له شوف بيبصلي ازاي، ايه الراجل ده؟ محمد ضحك وقال لي لا يا روحي ده غيران. وساعتها قعدنا جنب بعض على الكنبة. فارس قال له ازيك يا باشمهندس محمد؟ قال له بخير الحمد لله، وانت؟ فارس قال له الحمد لله. هو انت تقرب لهم؟ محمد ضحك وقال له انا خطيبها. فارس قام وقف من مكانه بسرعة وقال له نعم خطيبها؟ محمد قال له ايوه احنا قاريين فاتحة. فارس قال له ده ازاي ده؟ قلت له زي الناس، في ايه خطيبي. فارس قال ده بجد والله؟ قلت له بجد. فارس قال له بص يا باشمهندس، انا دي تاني مرة جيلها هنا، وما قالتش يعني انها مخطوبة. ده حتى غير كده ان باباها ومامتها ما قالوش انها مخطوبة، وبرضه لما سألت عليها ما قالوش انها مخطوبة. فهل المفروض اصدق ان خطيبها بالسهولة دي؟ محمد قال له يعني مش عارف والله، تقدر تسأل باباها او مامتها. فارس اتضايق وقال له انا مش هسأل حد، انا ماشي. قلت له ماشي ليه بس، ما تقعد شوية. قال لي لا أنا هنا من بدري. قلت له طيب اقعد حتى كل البانيه اللي كنت بتساعد ماما فيه. وساعتها ابتسمت. فارس ضحك قال لي هقعد بس عشان خاطر البانيه. المهم كملنا قعدتنا احنا التلاتة، وبعد شوية كان بابا رجع من بره واتغدينا مع بعض. وبعدها فارس مشي وأنا ومحمد دخلنا الأوضة. وساعتها قلت لمحمد ليه قلت له كده؟ قال لي عشان أتأكد من تمسكه بيكي. قلت له مش فارقة كتير، كده كده مرفوض زي اللي قبله عادي يعني، هو أكيد مش هيجي بكرة. ده كان شوية حماس بس مش أكتر. وبعدين أنا أصلا مستغربة إصراره ده لا يعرفني ولا نعرفه، فمتمسك بيا ليه أساسا؟ وبعدين ثواني، هو عرف اسمك منين؟ محمد قال لي إيه كل الأسئلة دي؟ يخرب بيت كده يا ستي،
هتلاقيكي فتاة أحلامه مثلا وانتي مش واخدة بالك. أما عرفني منين بقى؟ فهو كان معايا في الجامعة، كليته قصاد كليتي، وتعرفنا على بعض كزمايل يعني. قلت له محمد خبطني على راسي وقال لي كاتك قوي ويلا قومي ذاكري عشان وراكي ميد ترم قريب. قلت له بتفكرني ليه بس يا أخي؟ عارف الجامعة دي أسوأ حاجة في الحياة بجد والله، أنا خلاص زهقت. قال لي معلش بقى مضطرين، هنعمل ايه يعني، وانا هقوم اروح انا كمان، وما تفكريش كتير وذاكري وارتاحي ماشي. قلت له ماشي يا حبيبي. محمد سابني ومشي وانا فضلت افكر في فارس وتصرفاته معايا. المهم تاني يوم صحيت على موبايلي وهو بيرن، قلت سلام عليكم، مين معايا؟ مرة واحدة سمعت اللي بتقولي الحقيني يا سالي فارس بيموت. اتخضيت وقلت لها ايه؟ فارس ماله؟ ايه اللي حصل؟ مين اللي بيتكلم؟ أم فارس قالت لي أنا مامته، أنا في مستشفى كذا دلوقتي وتعالي لي بسرعة من فضلك. قمت وأنا مفزوعة وناديت على بابا وماما، ولما ما لقيتش حد بيرد لبست بسرعة ونزلت رحت على المستشفى ودخلت الاستقبال وسألتهم فارس في أوضة كام. وقتها الموظفة قالت لي إنهم مشيوا من شوية ووالدته ادتني الجواب ده عشان اديهولك. أخدت الجواب وخرجت بره المستشفى وفتحته وقرأته، وكان محتواه أنا مش عارف انت ازاي اتخطبتي لغيري، ده انت كنتي ما بتفرقيش خيالي، انا حبيتك اكتر من اي حاجة في حياتي واي حد شفته، كنت شايفك حلم ولازم اسعى ليه، وكل املي في الحياة ان ربنا يجعلك من نصيبي، ربنا يهنيكي معاه، هتمنى لك كل خير، بحبك قوي، مع السلامة يا حب عمري. دموعي وقتها نزلت وصعب عليا قوي. وقتها كلمت محمد وانا منهارة وبعيط، قلت له كان بيحبني يا محمد وانا اللي دمرت له حياته، انت عارف اني عندي فوبيا من الارتباط وكل الكلام ده، انت عارف ان انا متعقدة من الرجالة والتعامل معاهم، هعتذر له ازاي انا دلوقتي؟ يا ريتنا ما ضحكنا عليه. تعرف والله انا حبيته قوي، انا اول يوم اتقدم لي فيه حلمت اننا سوا ومتجوزين كمان، قلبي ارتاح له قوي، يا ريته كان هنا دلوقتي عشان اقول له اني موافقة عليه. هشوفه ازاي انا دلوقتي؟ سمعت صوت من ورايا بيقول لو بصيتي وراكي هتقدري تحققي حلمك اللي حلمتيه فعلا. بصيت ورايا وانا مخضوضة، ضحكت وسط دموعي وفارس ضحك، قال لي لا ده احنا كده نكتب الكتاب بقى، عشان مش هستحمل اشوف قمري بيعيط كده وهو بعيد عني وماخدوش في حضني، ده حتى يبقى عيب في حقي والله. وقتها محمد جه جنبي وحضني وقال لي معلش ما تعيطيش، بس ياه ده الواد ده غلب معاكي، بس خططي بتنفع برضه. بعدت عن حضنه وبصيت له بصدمة، قلت له خططك؟ وبعدها لقيت عيلة فارس، استغربت قوي، قلت لهم هو ايه ده؟ انا مش فاهمة حاجة. قال لي هتفهمي بس يلا بينا دلوقتي. رجعت لقيت عيلة فارس وعيلتي كلهم متجمعين، قلت لهم هو في ايه؟ انا مش فاهمة حاجة. محمد قال لي ولا حاجة يا ستي، كل ما في الامر ان فارس كان جاري واحنا اصحاب جدا، المهم جه وقال لي ان هو بيحب واحدة وحكالي عنها، وساعتها عرفني انها انتي، وساعتها فهمته انك بتكرهي الرجالة، وعرفته كمان كل ثغراتك. ويوم ما ضحكنا عليه في حوار الخطوبة ده كان اتفاق أصلا بيني وبينه. بس يا ستي ده كان اختصار الحوار كله. ضربته في كتفه وقلت له يا غدار بقى ما تحكيليش حاجة. قال لي كان لازم يحصل ده عشان تفوقي. ها يا حبي ايه رأيك؟ فارس قال له ممكن بقى تبعد عن مراتي شوية بعد إذنك يعني لو سمحت. محمد شدني لحضنه وقال له دي بنتي واختي يا سكر، ماشي خلي بالك مني لحسن افركش لكم الجوازة دي، انت حر. فارس قال له لا خلاص قلبك ابيض، احنا ما صدقنا انها وافقت. محمد ضحك وقال له ايوه كده. وساعتها بابا قال مش يلا بقى المأذون زمانه وصل. استغربت وقلت له مأذون مين؟ استهدوا بالله بس، هي خطوبة واحمدوا ربنا وبعد كده ربنا يحلها. فارس جز على اسنانه وقال لي بقولك ايه، انا مستنيكي بقالي 4 سنين فاسمعي الكلام وعدي يومك. مسكت في محمد وقلت له لا بقولك ايه، انا ممكن ارفضك عادي جدا تاني واخويا هيقف جنبي. فارس قال لي يا بنتي ده كاتب كتاب والفرح بعد ما تخلصي سنة أولى. ضحكت وقلت له خلاص صعبت عليا هعمل ايه، موافقة. محمد قال لي طب يلا بقى عشان نلحق نجيب الفستان وكمان فارس يجيب البدلة بتاعته. قلت له ماشي روحوا انتوا وظبطوا اموركم وانا وماما هروح نجيب الفستان. محمد قال لي ماشي يا روحي. المهم اخدت ماما ورحت جبت الفستان، كان فستان ابيض ستان وكان رقيق قوي وطرحته كمان كانت جميلة قوي. ورجعنا البيت. المهم تاني يوم عملت ميك اب خفيف وكنت جميلة قوي. وبعدها المأذون جه وفارس اول ما شافني قام وقف
من كتر انبهاره بيا، وفضل يسقف بطريقة فظيعة، وأنا اتكسفت قوي وابتسمت. المهم قعدنا وكتبنا الكتاب، وبعد الجملة الجميلة بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم في خير، وبعدها الكل فضل يزغرط، وفارس شدني وحضني وفضل يلف بيا، وبعدها سلمنا على أهلنا واحد واحد، وبعدها أخدني ودخلنا البلكونة. قلت له ما قلتليش بقى إيه سر الإصرار ده كله عليا؟ محمد قالك إني معقدة وبكره الرجالة، وقالك كل حاجة عني. قالي ما هو ده اللي حببني في الموضوع أكتر، وبعدين كل ما تتعب أكتر تحس بلذة الانتصار يا أعظم انتصاراتي. ضحكت. فارس قال لي ضحكت يعني قلبها مال. قلت له بدلع قلبها داب. بس كده، وهي دي كانت قصتي. انتهت قصة النهاردة، واستنوني في فيديو جديد. مع السلامة.